سهلا من البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم. انا صباح الحمد لله. كما العاده نرحب بالمشتركات، جينا نقول لكم مرحبا بكم، ومشتركات نقدم نقول لكم مرحبا بكم المره الثانيه. دمتم اوفياء للقناه، ولي اول مره تشاهدني تشترك في القناه وتفعل الجرس باش تلحقها كامل جديد ديالي. صحة فطوركم ولا صحة سحوركم صديق، والوقت اللي تكون تشوفي فيه فيديو. اليوم جيت نشارك معكم غوصات خفيفه ظريفه. يعني انا صراحه من عشاق هذه الوصفه، سابلي ليوريس اللي بزاف نحبوه، يعني معشوق الجماهير. انا صراحه ما يخطينيش، كل عام في العيد لازم ندير هذا السابلي ويجي بزاف بنين. راح ندير لكم يعني هذه الوصفه اللي معتمدتها انا من زمن. ما نطولش عليكم ونروحوا مع المقادير وكيفيه تحضير فرجه ممتعه. اول حاجه راح نبدا بلاباط. هنايا عندي 200 غرام تاع المارغرين، تحبوا ديروا حتى 250. عندي 4 مغارف كبار تاع سكر غلاس، 4 مغارف كبار تاع الزيت، ملعقه تاع خميره كيميائيه. راح ندير مغرف بومبي تاع الكاكاو النواغ، على جال بني حبات يخرج لي النواغ. والمكون السري يعني اللي لازم يكون في سابلي غيس هو مربى المشمش، يعني معجون تاع المشمش. نديرو هكذاك 2 مغارف كبار تاع المشمش. هنايا في غيسيبيو درت هذوك 200 غرام تاع المارغرين اللي تكون بحراره الغرفه اكيد. تحبوا تروحوا حتى ل 250 عادي. وهاد الكميه يعني تقطع لك حتى يعني واحد 25 حبه هكذاك تاع ليغوس. يعني ليغوس كما تعرفوا انه ما نديروش في لاباط تاعهم البيض، راح يجينا مشمخ بهذاك الكونفيتور اللي نديروه. هنا في الريسيبيون درت 4 مغارف كبار تاع سكر غلاس، مغرفه بومبي تاع الكاكاو انا خدمت بالنواغ، عندي 2 مغارف كبار تاع مربى المشماش، عندي 4 مغارف كبار تاع الزيت. ونخلط هكذا كامل هاد المكونات، رشه تاع الملح لافاني اكيد. هكذا راح نخلطهم هكذا جيدا. يعني انا هنايا الزبده راهي بحراره المطبخ، راح نخدم فقط باليد، يعني ما راحش نحتاج كامل باتور ولا فوي، غير هكذا وشنو يعني نخلطها تخي بيان فوالا كما راكم تشوفوا. الان راح ندير هنايا عندي 4 مغارف كبار تاع لا مايزينا راح تخلي لنا يعني الكاطو تاعنا هشيش فوالا. وهنا عندي نديرو ملعقه صغيره معمره تاع لا ليفور شيميك، الخميره الكيميائيه. هنا فقط يعني انا كما قلت فوري ندير بشويه مزيد، ولكن لا راح نلحق حتى العبر تاع يعني مغرفه، لانه يعني يدي الاخرى راهي مطاشيه، يعني راهي في العجين سي بوغ سا. يعني ما نقدرش نفتح الكيس اليز فوالا. وراح نبدا نضيف هكذا في الفرينه تدريجيا حتى يطم لي الخليط ديالي بهذه الطريقه، حتى نتحصلوا يعني على بات سابلي اللي تكون طريه فوالا. وما نشفوش يعني فقط العجين، نخلوها هكذاك لاباط تاعنا كما نعرف كما شفتوا انه ما درنالهاش البيض، ولكن راح تجي يعني شامخه وتجي بزاف بنينه. يعني خاصه كي تقعد يعني كي تقعد هذاك المربى تاع المشمش، يعني معجون تاع المشمش اللي يكون في لاباط راح يطلق عليها، راح لصقها اكيد تاني بمعجون تاع المشمش. كما تحبوا تلصقوها بشوكولا تختيني لاباط تختيني، ولا ديروا ان غاناج دو شوكولا. انا جست ندير نحب لوغو تاع المربى تاع المشمش في لي سابليوس فوالا. بهذه الطريقه حتى نتحصلوا على عجينه يعني تحبوا تخلوها تريح كيما انا. راح نخدم بها ديريكتومون وثاني كتجي هايله يعني. مستحيل انك تجربي هاد العصا تاع السابلي وراح يتشقق بليتو راح يتكمش لك ولا راح يتغير الشكل ديالو. هنا راح نفتحو ما بين 2 اوراق بلاستيك. هنا فقط راح نقسم العجين هكذا على 2 باش نفتح قيس لو بابي بلاستيك هذاك اللي عندي فوالا. هكذا راح نفتح العجينه ديالي نفتحوها هكذا بالحلال هكذا نليسوها ونبقاو نطبعوا فيها نديروا الشكل اللي تحبوه. انا صابلي غير توجور نديروا هكذا مدور صابلي سامبل كيما تحبوا ديروا يعني الشكل اللي تحبوه فوالا. راح نكمل كامل العجين ديالي هكذا نطبعوه ونحطوه في سنيوه باش يطيب لنا فوالا.
وهنايا فوالا كما راكم تشوفوا يعني السمك ديالو 1.05 سنتيم. فوالا راح نوريكم يعني السمك تاع الحبه كيفاش يكون هكذا. يعني ما نديروش بزاف رقيق لانه ما فيش الخميره بزاف، وراح نلصقوه جوست بالكونفيتور، يعني ما راحش نديرو طبقه تاع لاكريم ولا، ونخلوه يطيب. فوالا هنا بعد ما طابلي يعني هنا جوست ينشف لنا لانه فيه الكاكاو يعني كما شفتوها انها تنشف الكاطو تاع تمتم. راح نبدا نلصق هكذا حبه على حبه ونلصقوه هكذا بالكونفيتور تاع لابريكو اكيد. فوالا بهذه الطريقه حتى نلصق كامل الحبات اللي عندي. ومن بعد ما لصقناهم اكيد هنايا جبت بلاطو هكذا اللي درت له بابي فيلم انا هكذا نكلاسي، وهنا ذوبت شوكولا بالحليب شوكولاته. فوالا ذوبتها واحد 300 400 غرام هكذاك، وما زدت لها والو يعني زدت لها جوست 2 مغارف هكذا تاع الزيت باش تجينا بغيونتي، سينو ما زدت لها والو. راح نكلاسي هكذا الحبات ديالي هكذا بهذه الطريقه. والتزيين راح يكون اختياري، تحبوا يعني في لي بوردور ديرهم كاوكاو محمص ديرو يجي بنين. تحبوا ديروا تاني البيستاش في لي بوردور كامل تاني تيجي بنين. تحبوا ديروا ان زيغزاغ من الفوق كيما تحبوا، يعني الجبن موجود كل واحد يزين حسب الرغبه.